السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة. أولا وقبل كل شيء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أبناءنا وأبناءكم من كل سوء وشر. مستمعينا الكرام، واحد العائلة بمدينة الناظور عندهم واحد الدار كانت المساحة ديالها 100 متر تقريبا، فيها السفلي البروميان والسطح. هاد العائلة كتكون من 4 أفراد، الأم والأب وجوج ديال الأبناء. الأبناء ديالهم لما وصلوا لواحد السن ولاو كبار وكيفهموا. الكبير اللي هو رضوان وعنده 23 سنة، والصغير اللي هو زكريا وعنده 19 سنة. قرروا والديهم انهم يكتبوا لهم السفليه، يعني يكتبوها لهم في سميتهم، كل واحد فيهم ياخذ النص فيها. وداكشي اللي كان، ولا كل واحد فيهم مقاد ديك الشقه ديالو، يعني النص ديالو في السفلي مرجعو شقه وعايش فيها. الماكله والشراب كيطلعوا للدار عند الام ديالهم، والنعاس كله كينعس في الشقه ديالو. هاد الام والاب كانوا كيعتقدوا باللي هما داروا واحد الحاجه زوينه، بانهم عطاو لهاد الوليدات فين كل واحد ياخذ راحته. ولكن هاد كل واحد ياخذ راحته غادي يفهمها واحد من هاد الولاد غلط. زكريا اللي هو الولد الصغير واللي في عمره 21 عام، يعني لما وصل 21 عام التصرفات ديالو تبدلات، لان هاد الولد هذا غادي يخرج الطريق. الولد غادي يتجه للبليه، الرفقاء السوء، السيد غادي يولي كيتناول المخدرات، زائد شرب الخمر. يعني داك الولد اللي كان غير درويش وكيحترم والديه غادي يتغير كليا، لانه التصرفات مع والديه وخوه الكبير ولات تصرفات خايبه. ما بقاش كيسمع الهضره ديال والديه، لدرجه ان والديه ولاو كيخافوا منه انه يمشي ويبيع ديك الشقه اللي مكتوبه ليه في سميتو. فكانوا كيحاولوا غير يسيسوه ويتصرفوا معاه مزيان، ولكن هو غير ما غادي يزيد فيه، لدرجه انه ولا بعض المرات كيجي معاه شي بنت للشقه ديالو. حتى لواحد النهار غادي يحصلوا الاب ديالو، حصلوا باللي جاي معاه واحد البنت لديك الشقه. هضر معاه قال لي هادشي اللي كدير فيه راه ماشي معقول، وحنا ديك البارطمون ما عطيناش ليك باش تولي تفسد فيها، واش تبغي امك تشوف هادشي؟ زكريا سمع هضرة با وقال لي بلي صافي كون هاني، هادشي ما غاديش يبقى يتعاود، وهذه هي اخر مره. الخوه الكبير رضوان حتى هو ساق ليه الخبر وتخاصم معاه. حتى لواحد النهار زكريا جا للدار وجا معاه شي وحده مره اخرى ونفس المشكل. الاب ديالو خرج من الدار حتى كيتلاقى معاه قدام الدار هو وديك السيده اللي معاه، فدار فيه باه وجر على ديك السيده قدامه وبقى كيعاير في ولده زكريا. وبطبيعه الحال الولد حتى هو يعني ما كيتصنتش وما حشمش من باه، فحتى هو رد على باه الهضره وقال لي هادشي ماشي شغلك فيه، هذه الشقه ديالي وندير فيها ما بغيت. باه حتى هو رد عليه وقال لي المره الجايه نخليك حتى تدخل وتدخل معاك البنت اللي جايب ونعيط للبوليس يجيو يهزوكم فساد. الولد قال لي دير اللي بغيتي، عيط ليهم ولا هما يعيطوا لك. الاب كان غير قال لي بحال كيك باش يهدو وما يبقاش انه يجي معاه شي بنت، يعني راه ما كانش قاد انه يعيط للبوليس، لانه غادي يعاود يشوف مره اخرى باللي ولده زكريا جاي معاه بنت وغادي يسكت وما غادي يقول والو. ولكن خو رضوان ما سكتش. خو رضوان قال باه والله حتى نمشي نعيط ليه البوليس، ما نحنا على هاد البساله كامله، ولا براوش صغير يدير فينا حنا ما بغا. زكريا غادي يسمعهم، غادي يسمع باللي الاخ ديالو كيقول الاب ديالو باللي غنمشي نعيط ليه البوليس. فخرج وغادي يضارب هو وخوه، تقاتلوا قدام باهم. الام ديالهم بدات كتغوت، دخلوا غير شي جيران هما اللي فكوهم. هاد المضاربه هادي خلات الحقد يتزاد ما بين دوك الخوت ولاو اعداء عوض انهم يكونوا خوت. وواحد النهار عتا دخل هاد زكريا جاي معاه واحد السمسار، دخلوا لديك البارطما ديالو كيقول لي ها انت راه فيها واحد البيت كبير، فيها كوزينه، واحد الصالون صغير وزيد وزيد، فالا بان لك شي حد باغي يشري بشي ثمن معقول
جيبوا لي مرحبا انا راه باغي نبيع. والدي كيسولوه شنو باغي دير ما شنو باغي دير، كيقول لهم انا باغي نبيع الشقه ياك ديالي. انا سيدي نتوما وليتو كتعرضوا ليا حقا ما تجيبش معاك كذا ما تجيبش معاك كذا وما خليتونيش في راحتي، انا غادي نبيعها ونمشي نشري شي بارطمان فين نسكن ونكون بعيد عليكم وندير فيها ما بغيت. والدي سكتوه، حاولوا انهم يديروا لي عقله ويحيدوا لي ديك الفكره ديال البيع من راسو. وهو واش فعلا كان ناوي يبيع او غير بغى يهددهم الله اعلم. المهم في الاخر ما باعش وكون غير خلاوه يبيع، لانه المصيبه اللي غادا توقع كبر من انه يبيع ديك الشقه اللي في الدار. نهار الجريمه وبالضبط في سنه 2015 السبت بالضبط، زكريا جا للدار ولكن ماشي بوحدو، جاي هو وجوج بنات وواحد صاحبه هازين ميكا فيها القراع ديال الشراب وغاديين داخلين حتى كيتلاقى مع اخوه كيشوف الميكا ديال الشراب كيشوف مع صاحبه وجوج بنات. وقفوا قال لي ما غاديش تدخل، واش انت جاي سكران وجاي معاك الشراب وعباد الله اشنو باغي دير؟ وديك الساعه كانت 10 ديال الليل. زكريا بقى مصر انه يدخل وقال لي كيفاش ما غاديش ندخل، هذا راه الدار ديالي. و خو رضوان قال لي على انت خليتيها دار، انت راك رجعتيها دار الدعاره، واش انت ما احترمتيش باك ما احترمتيش امك اللي كاينين الفوق؟ تزيدوا مع بعضياتهم في الهضره مني منك ندخل لا ما تدخلش تشانقوا وجلسوا مضاربين. اللي غادي يوقع هنا الدري اللي كان مع زكريا ماشي حاول انهم يفكهم، بالعكس السيد غادي يجي من جهه صاحبو زكريا وحتى هو دخل معاهم في المضاربه وجلس كيضرب في رضوان. وحيت كانوا سكرانين تطور الامر لدرجه ان هاد صاحب زكريا اللي الاسم ديالو معاذ غادي يجبد قرعه ديال الشراب هرسها وضرب بها رضوان في العنق ديالو. السيد طاح في الارض، هبطوا والديه تجمعوا الناس لقاو السيد طايح في الارض غارق في الدم ديالو. حاول انه شي حد يهزو في الطوموبيل ديالو ويديه للمستشفى ولكن حتى واحد ما قدر انه يغامر رغم انه كان مازال شاد في راسو. وحتى الاسعاف لما اتصلوا بها ما وصلت لعندهم حتى فهاد الفوت. وبطبيعه الحال فحتى العناصر الامنيه كيتعلموا بالامر وكيحضروا لعين المكان وكيقدروا انهم يلقيو القبض على اخ الضحيه اللي هو زكريا وصاحبه اللي هو معاذ. وهما لقاو باللي الناس في الاصل شدوهم ودخلوهم لواحد الغرفه وسادين عليهم. من بعد العمل اللي قاموا به البوليس والشرطه التقنيه والعلميه تم النقل جثه لمستودع الاموات. وفي البحث زكريا ومعاذ غادي نعترفوا بالجريمه ديالهم، وايضا كاينين شهود اللي شافوا الحادثه. غادي يتقدموا زكريا ومعاذ المحاكمه بالاعترافات ديالهم وبالشهاده ديال الشهود. معاذ غادي يتحكم ب 30 سنه سجنا نافذا، اما الاخ ديال الضحيه اللي كان مشارك في هذه الجريمه بشكل او باخر غادي يتحكم ب 25 سنه سجنا نافذا. القاتل خدا 30 سنه وكيستحقها نظير الجنايه اللي ارتكب، وزكريا ايضا كيستحق ديك 25 سنه اللي خدا لانه كيبقى هو اصل المشكل. فواحد الانسان اللي قلب على السخط وما قلبش على الرضا، ما سمعش الهضره ديال الوالدين ديالو وادى بنفسه والاخ ديالو للتهلكه. وبطبيعه الحال فالمتضرر الاكبر في هذه القضيه وهما الوالدين اللي خسروا جوج ديال الابناء في دقه واحده. هادشي علاش قلنا في بدايه الكلام ديالنا في هذه القضيه باللي لما ما لقاوش مع حل كون غير خلوه باع ويصبروا ويتهنوا من هذا المشكل. ولكن الامور ما مشاتش كيف ما بغاو، وهاد النهايه بطبيعه الحال ما كانوش متوقعينها. ونقدروا نقولوا باللي الغلط من البدايه فكان ديال الوالدين ديالهم، لانهم كتبوا ليهم وعطوهم راحتهم، لانه واحد في الخوت طلع كيستحق انه يكتبوا ليه والاخر لا. وهكذا نكون قد انهينا هذه الحلقه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، احبكم في الله والى لقاء اخر.